السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال حرده الابط بجميع اسرارها وبطريقه سهله وبسيطه. انا متاكده من هذا الفيديو ان شاء الله غادي تفصلي حرده الابط ناجحه. اول حاجه البنات خاص يكون عندنا غير العبار مضبوط، تكوني واخده القياسات مضبوطين ان شاء الله ما غادي يجيك حتى شي مشكل. نبداو على بركه الله. اول حاجه كناخذوا هو الثوب. مثلا عندي هذا هو الثوب، ها هو مثلا الثوب مطوي على جوج. ها هو غناخذ الجهه المسدوده تكون جهتي، هذه هي الطابله ديال الصاله، غادي ناخذ الجهه المسدوده تكون من جهتي. نبدا من هنا ولا نبدا من هنا ما عنديش مشكل. اول حاجه غناخذ القياس ديال الكتف. القياس ديال الكتف البنات غادي ناخذه من هنا، يكون الثوب مقاد ومطوي على 4 ومقاد. اول حاجه كندير البنات هي كناخذ القياسات ديال الكتف. القياس ديال الكتف كناخذ مثلا عندي 40 مقسومه على جوج هي 20. كنزيد 1 سنتيم ديال الخياطه هي 21. كنحط 21 مثلا هنا، كنحط 21 ومن هنا لهنا كناخذ 8 سنتيم ديال الخلف. مثلا هنا 8 سنتيم، هذه 8 سنتيم ديال الخلف. وهنا القياس ديال الكتف، هنا قياس الكتف زائد 1 سنتيم ديال الخياطه من هنا لهنا بهذا الشكل هذا. دابا من هنا لهنا كنهبط بجوج سنتيم، من هنا لهنا كنهبط بجوج سنتيم وكناخذ تقويره ديال الخلف بحال هكا كتجي. ومن هنا لهنا كنهبط ب3 سنتيم من هاد النقطه ديال الكتف الميلان الكتف كنهبط ب3 سنتيم. ومن هاد النقطه هذه ديال 8 سنتيم كنهبط ميلان الكتف بحال هكا، كنهبط ميلان الكتف. المهم هاد النقطه هذه سهله. كنجي من هاد النقطه هذه، من هاد النقطه ديال ميلان الكتف وكنهبط لهنا باش كنحدد القياس ديال الصدر. كنهبط بالقياس اللي عندي هنا في الكتف. هنا درت 21، درت 21 سنتيم. غادي نهبط من هاد النقطه هذه حتى لهنا ب21 سنتيم. غنهبط من هاد النقطه القياس ديال الكتف نفس القياس اللي عندي في الكتف، عندي 22 عندي 24 عندي 25 في الكتف. غادي نهبط بيها، غادي نهبط بيها سواء المراه غليظه سواء رقيقه سواء كما كانت. غادي نهبط بهذا القياس هذا، غادي نهبط به هنا. ها هو هاد النقطه هذه هي نقطه الصدر. هنا فين كندير القياس ديال الصدر. القياس ديال الصدر عندي 30 مثلا. غنشدو من هنا القياس ديال الصدر بحال هكا. هذا هو قياس الصدر، هذا هو قياس الصدر زائد 1 سنتيم ديال الخياطه. من هنا لهنا قياس الصدر. هاني هبطت من هنا بقياس ديال الكتف ومن هنا لهنا القياس ديال الصدر. ها هاني كونت واحد الزاويه قائمه هنايا، ها هي واحد الزاويه قائمه. من بعد هذا هو التركيز عندي انا، صافي هذا هو التركيز. يعني دابا راني كونت التركيز ديالي. عندي جوج طرق نخدم بهم، يا اما نخدم بهذه، هذه راه عندي معطوبه انا ما ديوش عليها، يا اما نخدم بهذه نحطها كيما هكا، نحطها كيما هكا وندور. الا ما كانتش عندي هذه غناخذ السنتيم ديالي وغنطلع من هاد القنت هذا ديال الزاويه قائمه، غادي نطلع ب3 سنتيم. 3 سنتيم للطاي ستوندار، يعني المراه اللي عاديه ما غليظه ما رقيقه او لا رقيقه مهم. ولكن الا كانت المراه غليظه غادي نطلع بكثر، نطلع ب4 حتى ل5. ونجي ناخذ هاد المسافه اللي عندي من هنا لهنا نقسمها على جوج، نقسمها على جوج ونهبط بحال هكا. نهبط لعند هاد المسافه ومن ثم ندور لعند هذه وندور لعند التقويره ديالي بحال هكا. هذه هي الطريقه اللي كنخدم بها انا واللي معتمداها في الفصاله ديالي وما عمرها دات لي شي مشكل ولا زعما ما جاتنيش فصاله زوينه. صافي هذه هي الطريقه وهذا هو التركيز ديالي. من بعد شنو كندير؟ كناخذ
باش نتاكد بلا التركيز عندي صحيح، كناخذ الميترو كنحط هنا في هذه النقطه هذه وكندور بحال هكا، كنعبر هاد المسافه اللي عندي، خاصها تخرج ليا القياس ديال التركيز. كيفاش غادي نخرج القياس ديال التركيز؟ قياس صدر، قلنا مثلا عندنا 30، عندي 30 غادي نقص منها 3 سنتيم غتعطيني 27. 30 غنقص منها 3 سنتيم غتعطيني 27. هاد 27 هي اللي خاصني نلقى انا في هاد الدوره هذه، خاصني نلقى في هاد الدوره ديال التركيز. هذيك 27 هي القياس ديال التركيز ديالي. قياس ديال الصدر كنقص منه 3 سنتيم كيعطيني القياس ديال التركيز. صافي، هاد القاعده راها واضحه. صافي، وهذه هي الطريقه اللي كنخدموا بها التركيز. وبالقياس ديال الصدر كنخدم الكم ان شاء الله غادي نشاركو معكم في الفيديو الجاي. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكونوا فهمتوا طريقه بسيطه وسهله، يعني غير اللي ما بغاش تفهم. وكنتمنى اللي ما فهمتش شي حاجه تخلي ليا في كومونتير، وان شاء الله غادي نعاود معكم الشرح من الاول، ما عنديش مشكل. وما تنساوش تخليو ليا واحد جيم، وشكرا على المتابعه.